خالص بالص مالص. أكيد عارف الجملة دي بسبب فيلم فؤاد المهندس المشهور العتبة جزاز، ومش بعيد تكون كمان سمعتها وأنا بقولها وتخيلت شويكار. بس لو فاكر إنها مجرد شوية دلع من ممثلة وخلاص، فحب أقولك إن الجملة دي ليها معنى وتاريخ كمان. فتعال أحكي لك القصة. بص يا سيدي، لما الفاطميين دخلوا مصر بقيادة جوهر الصقلي، أسسوا فيها عاصمة الخلافة الفاطمية اللي هي القاهرة يعني، وبنوا حواليها سور ضخم من 8 أبواب علشان يحددوها ويحموها. والأبواب دي كان بيقف عليها حراس من أول الفجر لبعد المغرب علشان يشوفوا اللي داخل واللي خارج. فكانوا التجار بيتجمعوا بأعداد كبيرة ببضاعتهم قدام السور من قبل الفجر عشان لما الأبواب تفتح يدخلوا يبيعوا في شوارع العاصمة. وزي ما كلنا عارفين محدش بياكلها بالساهل، فكانوا التجار بيدفعوا ضريبة للجنود أو زي ما بتقول كده كارتة علشان يعرفوا يدخلوا، واللي بيدفع بياخد صك مكتوب عليه خالص. وكان أوقات في تجار ما بتقدرش تدفع الضريبة، فبيرشوا الجنود ببلاليص جبنة قديمة أو عسل علشان يسيبوهم يدخلوا. ووقت التفتيش لما بيلاقوش مع حد